تصريح خطير جدا لم يذاع بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي للاعب فريق البنك الأهلي كريم بامبو. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. في مشهد غريب جدا أثار غضب الجميع في ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي. مراسل اون تايم سبورت بعد أن أجرى حوار تلفزيوني مع اللاعب كريم بامبو بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، تم منع إذاعة هذه التصريحات على قناة اون تايم سبورت بأمر من مسؤول كبير بالقناة. ولكن لسوء حظ المسؤولين في اون تايم سبورت، كريم بامبو أجرى نفس الحوار مع بعض الصحفيين ومع أحد الصحفيين بقناة أسرار وأخبار. وقال بامبو في تصريحاته: الحمد لله على كل شيء، احنا عملنا اللي علينا في الملعب وسجلنا هدف مستحق وتم إلغاؤه بفعل فاعل. الناس كلها شافت الكورة مرة واتنين وتلاتة ومفيش حد أبدا قال إنها أوفسايد. حتى جمهور الزمالك عارف إن الكورة مش أوفسايد وعارف إن الهدف صحيح 100%. الغريب في الموضوع إن بعد ما الحكم وائل فرحان ملغى الهدف، قلت له: ليه كده يا كابتن؟ هتستفاد ايه؟ ما ردش عليا وشوح لي بايده. رحت قايل له: اقسم بالله لو الكورة دي للزمالك ما كنت قدرت تلغيها. قال لي: انا ماليش دعوة، روحوا شوفوا حقكم بعيد عني. الكلام جالي من غرفة الفار وقالوا لي الغي الهدف، وانا ما اقدرش اخالف التعليمات، انا جاي اكل عيش. في حكم في الدنيا يقول كده؟ طيب طالما اتحاد الكورة عاوز الزمالك يكسب، ليه خلونا نلعب الماتش ونتعب نفسنا على الفاضي؟ كنا قعدنا في بيوتنا احسن. انا قلت الكلام ده مع مراسل اون تايم سبورت وعارف انهم مش هيقدروا يذيعوا. المراسل قال لي: كلامك لو ما اتذاعش هيبقى مش بايدي. من الاخر كل حاجة النهاردة كانت مترتبة لمكسب الزمالك. قرارات تحكيمية من اول دقيقة في الماتش، هدف مفهوش الهوا بيتلغي، خسارة لينا، ظلم في ظلم. تحس كده ان الزمالك اتحاد الكورة بيخدم عليه الفترة دي ورابطة الأندية بتطبطب عليه. عموما الناس كلها شافت الفضيحة بعينها، وحسبي الله ونعم الوكيل.